النهاردة احنا في فلافلية في بحري على البحر جنب جيلاتي عزة. قلنا بقى ان احنا النهاردة عايزين نفطر على الفيو التحفة ده، فقعدنا بقى على الفيو الفظيع ده. قررت بقى اروح اشوف الناس دي بتعمل الفلافل ازاي، لان هم بجد اسم على مسمى. لقيتهم بيعملوا الفلافل بكل الاشكال وبكل حاجة ممكن تتعمل، بالجبنة الكيري وبالجبنة الموتزاريلا. الفلافل بتاعتهم بجد مقرمشة وشكلها حلو جدا. قعدت كده اتكلم معاهم، عايز اعرف سر الخلطة فين. قال لي لا، ده سر كبير قوي ومن زمان. الراجل الكبير الطيب الجميل ده هو اللي بيعمل الفلافل. بيعملها بطريقة حلوة جدا، بتطلع سخنة ومقرمشة وأكتر من رائعة. وبجد أسلوبهم كان جميل جدا وطريقتهم حلوة قوي، وكل حاجة بجد عجبتني قوي هناك. ويلا بينا نشوف بقى احنا هناكل ايه. طبعا السيرفيس بتاعهم حلو، جابولنا الأكل لغاية بقى القعدة اللي على البحر اللي انتوا هتشوفونا قاعدين فيها دلوقتي. جابولنا الأكل ورصوه، احنا طلبنا شوية طاسات كده هنقولكوا عليهم حاجة حاجة. وطبعا طلبنا الفلافل اللي بالجبنة والفلافل اللي بالبسطرمة والفلافل بالموتزاريلا. بجد حاجة تحفة. يلا بينا كده أوريكم المنظر الجميل ده. هما مشهورين جدا جدا بطاسات الجبنة، فاحنا بقى طلبنا حاجات كتيرة. طلبنا طاسة جبنة بالبسطرمة، طلبنا طاسة بطاطس جبنة، طلبنا طاسة بطاطس كريسبي، وطبعا ما نقدرش نستغنى عن البيض بالبسطرمة، وكان في كمان بيض بالصدق، وطبعا طبق الفول العظيم اللي بالطحينة اللي لا غنى عنه في الفطار. تعالوا بقى نخش، عشان بصراحة الفطار شكله يجنن، محتاج يتشمر له كده. انا بقى مصمم ان هما اسم على مسمى. بصوا الفلافل هنا مقرمشة وسخنة. بصوا الجبنة الكيري بصوا من جواها عاملة كمية ازاي. الجبنة الكيري يا جماعة. بصوا محدش بيحط جبنة كيري بالطريقة دي، بجد كانت ريتش جدا بالجبنة الكيري، وكمان في منها كانت مشكل جبن، كانت فظيعة. بصوا بقى الطعم. لا رائع، لا لا لا، انا مقتنع جدا ان زي ما قلت لكم هما اسم على مسمى. انا عايزكم بس تتخيلوا معايا جمال اسكندرية. يا اهل اسكندرية، بصوا المنظر ورايا عامل ازاي. بصوا انا بفطر والاجواء حوالينا شكلها تحفة ازاي. يعني مش الاكل بس اللي يفتح النفس، لا ده الفيو كمان والمنظر الرائع بتاع المراكب بتاعت بحري. اصل اسكندرية كلها، اسكندرانية كلهم عارفين انا بقول ايه. اي حد ينزل اسكندرية جري 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 على فلافلاية، لازم يفطر هناك. ودي بقى طاسة البطاطس اللي كان شكلها كده غرقان بالجبنة. قررت اخد حبة على بعضيهم كده وادوقها. هي حلوة. بصوا يا جماعة يعني يعني هي بجد. هي عجبت فاطمة اكتر ما عجبتني، بس انا بالنسبة لي هي لا حلوة. لا، هي عجبتني جدا لان انا اساسا يعني بحب الجبنة جدا وبحب البطاطس جدا، وهم كمان عندهم ميزة ان هم كانوا حاطين جبنة كتير، فاي حد بيحب الجبنة الكتير بجد هيتبسط قوي قوي قوي. رغيفين عيش بقى كده، وتعالي معايا كده بقى ايه، ندوق بقى بصوا بقى ايه طبق الفول طبق اللي الفول ده يا بالطحينة جماعة، بقى. أنا يعني إدمان بالنسبة لي أساسا الفول، وهم بصراحة كانوا عاملينه حلو جدا وكانوا حاطين طحينة كتير. بصوا الفول، بصوا الطبق أساسا شكله عامل ازاي. انا كنت بفكر نفسي انا ملك الفول، وانا اللي اكتر واحد بيعمل فول حلو. لا لا بس لا لا، رهيب رهيب بجد. انا لما حاجة بتعجبني بقول. ودي بقى طاسة البطاطس الكريسبي، ومتقطع بقى كده فيها خضار وطماطم وفلفل، وغرقانة طبعا جبنة. بجد يا جماعة هما متميزين جدا في انا الطاسات. برشح طاسة البطاطس دي اكتر من طاسة البطاطس التانية، مع اختلاف الرأي طبعا مع فاطمة. بس انا برشح طاسة البطاطس دي، بجد دي حلوة قوي. نيجي بقى ايه، نخش بقى كده ايه على طاسة البيض بالصدق. طاسة البيض بالصدق هم عاملين اومليت بالصدق، يعني ده اومليت بالصدق. تمام، الناس اللي بتحب الاومليت يعني ما تفكروش، لان هو جميل اه وطعمه حلو قوي. ومش محتاج، يعني مش محتاج ان انا اقيمه، يعني هديله 10 من 10 بصراحة. هو حلو جدا. لذيذ يعني طعمه حلو. فظيعة فظيعة بجد، انا عجبتني جدا يعني، بجد تحفة. وكمان يا جماعة المكان فيه ميزة ان هو بيفتح من الساعة 8 الصبح، يعني تقدروا تروحوا من بدري جدا وتفطروا على الفيو ثانية التحفة ده. واحدة ثانية واحدة ثانية، العشق. دي بقى العشق بجد. دي طاسة بسطرمة بالجبنة. اللي هيروح عند فلافلاية ومش هيطلب طاسة البسطرمة بالجبنة فايته كتير كتير كتير. حاجة روعة.
حلوة جدًا، جدًا، لأ مزيكا، زي ما باقول لكم كده على طول، مزيكا، 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 أنا هاكل تاني، أنا هاكل تاني، أنا مش هاصوّر، أنا مش جاي أصوّر، أنا جاي آكل طاسة البسطرمة دي، أنا أول مرّة آكل طاسة البسطرمة دي وتعجبني بالشكل ده، حلو أوي، أ فاطمة بقى أنا ادّيني هنا بقى مش كده. قادرة بقى عايزة أدوق البيض بالبسطرمة يعني من الحاجات اللي باحبها جدًا، فلأ، لأ بُصّوا كده تاخدوا حتّة كده بُصّوا، بُصّوا، بُصّوا البسطرمة والبيض، لا، لأ أنا بجد حبيت الطاسة دي جدًا، جدًا، جدًا. قُلت لها دوّقيني كده، لأ حلوة برضه، لأ بجد جميلة. فظيعة، بجد الطاسات تحفة، الفول فظيع، وكمان عندهم كل حاجة تتخيلوها في الفطار كانت فظيعة، والمخلل كان حلو أوي. نسيتِ بقى المخلل في البتنجان. حاجة نسينا نصورها ثانية بس واحدة، ثانية كانت واحدة، ثانية واحدة، بُصّوا بقى، تعالوا معايا هنا بُص، 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 بُصّوا المنظر ده، المنظر ده مش هتلاقوه غير في فلافلاية، فلافلاية بس اللي بيعمل الفلافل بالشكل ده، هو يعني أنا مش عارف آكلها، أنا عايز أفضل باتصور بيها بس، بُصّوا، بُصّوا بتمُط معايا إزاي، أنا مش عارف دي بيتزا والّا فلافل، يعني بجد، يالّا بُصّوا أنا يا نهار أبيض! إيه المنظر ده! لا، لأ، جميلة، جميلة، وبعدين بقى يعني إيه، يعني فاطمة عايزة تاخد مش عايزة ادّيها لها، يعني ما سيبيها، أخدتها كانت برضه. غرقانة جبن، دي فلافلاية مشكّل جبن. طبعًا تقدروا تقعدوا في الحتة اللي أنتم عايزينها، تقدروا تقعدوا على البحر، تقدروا تقعدوا هناك عند المحل، وكل حاجة من الفطار موجودة. باي، باي، باي. باي.